تتجه العلاقة بين الهلال ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى منعطف خطر نتيجة تجاهل مطالبات رئيس الهلال للجنة المسابقات بإجراء تعديل في الجولة الأخيرة من الدوري، وذلك بسبب الإرهاق بين مباراتين آسيوية ومباراة محلية. طلب التأجيل تلا قرار لجنة الاحتراف بانتقال شافي الدوسري من الهلال إلى الاتحاد بدون تعويض مالي، مما شكل خسارة قضية مهمة للزعيم، وهو أمر أغضب أنصار الفريق. الهلال يحاول التمسك ببصيص أمل بالدوري الذي يغرد فيه الفتح وحيدا، لكنه يشعر بأن ازدحام المباريات يخنقه. رئيس الهلال أطلق سلسلة من التصريحات الحادة. الهلال يلمح إلى حجز لاعبيه الدوليين إلا في فترة محدودة للمشاركة مع المنتخب الأول. أحمد عيد يرد: إذا لم تكن هناك مباريات محلية فلا يوجد مبرر لتأخير مشاركتهم في معسكرات المنتخبات. الهلال قد يتجه إلى الفيفا. أحمد عيد يرد: الفيفا سيعيد أي أوراق إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم. رئيس الهلال يستمر بالتصاعد في لغة خطابه الإعلامي، ولأول مرة اختفاء أعضاء شرف الهلال عن المشهد الإعلامي. اتحاد كرة القدم أرسل خطابا يرفض فيه اقتراحات الهلال لتعديل الجدول. مغردون وصحف إلكترونية أطلقت نيران نقدها لرئيس اتحاد كرة القدم. جماهير الأهلي والنصر تعلن التعبئة لدعم أحمد عيد أمام ما أسموه محاولات الهلال لإرغام اتحاد الكرة على الانصياع لطلباته. أحمد عيد اتصل بعد الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا بكل من الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي وخالد البلطان رئيس نادي الشباب لتهنئتهم بالفوز الذي حققه فريقهما. رئيس الهلال يغرد في حسابه بتويتر: تلقينا رسالة جوال من أحمد عيد وقمنا بالرد عليها. أحمد عيد يظهر في تصريح بصحيفة هاتريك الإلكترونية ويقول: اتصلت 3 مرات على رئيس الهلال لكنه لم يرد، فاكتفيت برسالة الجوال. الهلال بكل المعايير ناد مهم، ولا يمكن لرئيس اتحاد كرة القدم السعودي أن يكون في عراك معه. ورئيس اتحاد كرة القدم هو من يدير اللعبة بالبلد، ولا يمكن لناد أن يتجاهله أو يتعامل معه بطريقة غير مناسبة. لا يمكن لرئيس ناد أن يكون في حالة جفاء مع رئيس اتحاد الكرة. أحمد عيد دخل في صراع لا علاقة له به. يقول عيد لهاتريك: هناك من يريد تكريس تفضيل أندية عن أندية في طريقة إدارتي للعبة. الشارع الرياضي انقسم حول صراع أحمد عيد مع الهلال. النصر والأهلي جماهيريا تحول إلى ماكينة عنيفة للدفاع عن رئيس الاتحاد السعودي. الأهلي ربما مهتم لنجم تاريخي كان في صفوفه، لكن النصر لم يجد مبررا إلا التنافس التقليدي مع الهلال. أنصار الهلال غاضبون بشدة من المشهد برمته. أنصار الشباب بالتأكيد إن الاصطفاف مع الأهلي في أي قضية ليس من أولوياتهم. رسميا لا يزال الصدام البارد بين الهلال وأحمد عيد فقط، فالشباب ربما يتعاطف مع الهلال لكنه لم يحدد موقفه. الاتحاد صامت وعلى الحياد، فتصنيفه مع الأهلي أو ضد المزاج العام في النصر في أي قضية هو أمر لا تستطيع الإدارة الحالية تحمله. الثلاثاء المقبل ستعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، ربما محاورها غير المعلنة أكثر سخونة من محاورها المعلنة، لكن الأهم أن العلاقة بين الهلال واتحاد الكرة يجب أن لا تستمر في التصعيد. الله يستر.